اهلا بيكم في حلقه جديده من مواقف مع عاطف. النهارده هتكلم عن موضوع لقيته شاغل الناس قوي. دينا الراقصه افتتحت اكاديميه ليست للرقص فقط، بل رقص، تمثيل، تصوير، سيناريو، اخراج، ستايلست. هي أكاديمي فيها كل حاجة، فيها تمثيل. أستاذ وائل إحسان جاي يدي كورس تمثيل، تامر حبيب جاي يدي كورس سيناريو، أستاذ عادل مبارز بيدي كورس تصوير، أستاذ سعيد رمزي بيدي كورس ستايل. من حق اي انسان طالما ماشي قانوني يفتح اللي هو عايزه، طالما قانوني، طالما لا يسيء لنفسه او للمجتمع بالقدر اللي الناس. ما هو الاساءه دي الناس بتفتكرها عامه على كل الناس. لا، الاساءه دي مساله برضو نسبيه. يعني هي فتحت مدرسه للرقص او اكاديميه للرقص، وقالت للناس ان انا مش هتبقى قاصره على الرقص. وفعلا بصيت لقيتها جابت تامر حبيب للسيناريو، وائل احسان اخراج وتمثيل، برضه اخونا عادل مبارز للتصوير، مش عارف مين الستايلست. المهم دينا مجرد ما افتتحت هذا المعهد او هذه الاكاديميه، وابنها شجعها، ابنها ابن المخرج سامح الباجوري الله يرحمه، زارتها فنانات كتير وشجعوها ناس كتير، وناس رحبت بالفكرة ان يبقى في أكاديمية فنية قطاع خاص. هي مش هتنافس طبعا أكاديمية الفنون بتاعت الدولة ووزارة الثقافة. هي ست حست ان هي جالها نوع من انواع الطموح وحابة تحقق هذا الطموح من خلال هذه الأكاديمية. على فكرة دينا خريجة آداب، كلية الآداب، وحضرت دراسات عليا. هي هاوة الرقص من زمان، وهي مش غريبة يعني على الثقافة، يعني إن صح هذا التعبير. بتكلم حقيقي، يعني اتجوزت المخرج الله يرحمه سامح الباجوري، خلفت منه ابنها، والباجوري ده ابن الصحفي الكبير جميل الباجوري. فيعني هي عايشة حياة ثقافية وعاشت وسط الإعلام، لكن هي حبت الرقص. هي حرة طالما لا تؤذي نفسا ولا تؤذي شخصا ولا تخترق قوانين. هي حرة، كل واحد حر في حياته. المهم اللي أنا يعني عجبني جدا إن الفنانات والفنانين راحوا شجعوها. رانيا فريد شوقي، بشرى راحت باركت واتكلمت ومدحت، إلهام شاهين مدحت أو فيها فنانين كتيرة الحق يقال. يعني أنا بحب أما الفنان يعمل حاجة كويسة أو فكرة صائبة مثلا، وأصحابه أو زمايله يهنوه، ده نوع من أنواع الحب المجتمعي، حب الناس لبعضيها، وفي أحيان كتيرة حقيقي بنفتقده. أنا شفت واتفرجت على الافتتاحية اللي هي عملتها دينا، والافتتاح الكبير اللي عملته، وضيوفها من الفنانين وغير الفنانين اللي هنوها بهذا نقول يعني الفكرة الفنية الجديدة. على فكرة، فكرة الأكاديمية هي ليست وليدة اليوم. مش بتكلم على دينا بس، يعني سميرة سعيد مرة صرحت لي، قالت لي كان الكلام ده من سنتين، قالت لي أنا ناوية أعتزل، بس طبعا هي ما اعتزلتش، يعني استمرت، ربنا يوفقها. هفتح أكاديمية موسيقية أعلم الموسيقى وتبنى أصوات، وأشجعهم وأقدمهم للمجتمع الفني وللناس وللعالم العربي كأصوات جديدة. دي كانت سميرة سعيد. نجوى فؤاد كان حلم حياتها ان هي تفتتح برضو معهد، زي ما هي كانت قايله، معهد للرقص الشرقي. وفي تصريحات كتير كانت بتتكلم فيها نجوى فؤاد عن مشروعها اللي هي كانت بتحلم بيه لما كبرت، ولما اعتزلت التمثيل، ولما الزمن يعني طاف بيها وقفت الرقص. الموقف اللي استوقفني جدا في أكاديمية دينا للرقص والتمثيل والفن إن محامي قال لك إنها تخترق وإنها وخطأ وكذا، ورفع عليها قضية. يعني أنا بستغرب برضو من بعض الناس عايزين يقولوا نحن هنا بأي شكل. اتكلم عن الناس اللي هاجمت دينا. دينا مثلت، رقصت، وصراحة شاركت في أفلام ومسلسلات كتيرة. وأنا يعني مش بتكلم بدافع عنها بقدر ما أنا بقول كلمة حق أو موقف صح. يا جماعة إحنا ليه يعني نحجم الناس قوي، ونلاقي أي حاجة كده نعلي فيها الموقف وخلف تعرف ونعمل ونسوي. مثلا شيخنا الجليل مظهر شاهين، إمام وخطيب
مسجد عمر مكرم، قال ايه؟ هاجم المشروع وقال ازاي وان ده المشروع ده يعني يهدم ولا يبني، يشوه ولا يصحح، يغرق الساحة بما لا يليق بقيم هذا الشعب العريق وهويته الراسخة، لا يمثل فنا ولا إبداعا، بل هو يمثل انحرافا عن أولويات الأمة. شيخ مظهر، انت راجل محبوب وراجل جميل، طب ما تمنع بقى الرقص خالص وامنع معهد الفنون الشعبية. عندنا معهد على فكرة للفنون الشعبية. تخيل، طب ارجع لفريدة فهمي. فريدة فهمي كان أبوها راجل عظيم عظيم عظيم، وراجل مهندس كبير، وراجل كان عميد في كليته وفي دراسته، وكان راجل فاهم، وجوزها لمين؟ فاكر ولا لأ؟ ها؟ عملوا فرقة رضا، وكان جوزها هو مدير فرقة رضا. ليه يعني؟ معلش يعني عايز اسالك سؤال، يعني المخرج الكبير علي رضا، مخرج سينمائي عمل افلام متميزه، اللي هو اخو محمود رضا، لما جه طلب فريده فهمي من ابوها وافق وشجعها انها تعمل فرقه الفنون الشعبيه، وكانت راقصه وخدت دكتوراه بعد الماجستير في الفنون الشعبيه. فريده فهمي حد لمها، حد قال ان هي تهدم قيم المجتمع والكلام اللي انا قلته من شويه؟ لا، فريده فهمي عملت رقص شعبي محترم جدا، مثلت مصر وفرقه الفنون الشعبيه في دول العالم المختلفه، سواء في باريس، في دول تانية في اوروبا، في امريكا، يعني شرقا وغربا. فريده فهمي كان لها صيت ونوع من انواع يعني الفن الابداعي الجميل المميز اللي الناس حبته. انا يعني مش بدافع عن دينا بقدر ما انا اقول بموضوعيه شديده، يا جماعه سيبوا الناس يعني تحقق طموحاتها، سيبوا الناس يعني تعمل اللي هي عايزاه طالما كان حاجه صح، حاجه لا تؤذي مشاعر الناس. طب النهارده لما نيجي نقول بلاش الاكاديميه الفنيه وبلاش الرقص، انت دينا راقصه، طب ما هنلغي بقى الرقص من الافلام، نلغي الرقص على المزيكا، نلغي معهد الفنون الشعبيه، نلغي الباليه. الله، ده في ناس بتيجي من بره عشان تتفرج على فكره على الرقص الشعبي عندنا، والله العظيم ثلاثه. وبعدين اشمعنى الراقصات الروسيات لما جات مصر كل روسيا رقصت، وكل من اوكرانيا ومن روسيا ومن غيرها من دول اوروبا رقصوا، وكانوا بيتعلموا الرقص الشرقي واجدوه وكان ليهم معجبين، محدش وقفهم ليه؟ اشمعنى بقى مدينه عملت الأكاديمية بتاعتها، وهي قالت تصريح برضو إن الرقص ده برضو مهم إيقاعا، ممكن يساعد في الرياضة، يساعد في مسألة اكتئاب بعض الناس، أو يخرج الناس من أطر معينة. خلينا نتكلم بصراحة، يعني أقول لكم على حاجة وقلتها قبل كده وذكرتها. أنا كنت أعرف دبلوماسية في سفارة الصين، وأنا بقول لكم في سفارة الصين كان حلم حياتها تتعلم الرقص الشرقي، فكلمتني طلبت مني اوصلها او اعمل لها لينك مع نجوى فؤاد، ونجوى فؤاد فعلا قالت لها تعمل 1 2 3، ووجهتها لمعهد للتدريب الرقص الشرقي وفلحت فيه. قالت لي دي هوايه عندي، وانا معجبه. لما جيت مصر واشتغلت في السفاره الصينيه كنت معجبه جدا بالرقص الشرقي في مصر. فاحنا ليه نهبط من يعني حب الناس لفن ما؟ صح ولا لا؟ اتمنى ان الناس تبقى موضوعيه في طرح ارائها، موضوعيه، بلاش الاسلوب اللي هو خالف تعرف وازاي والحنجوريه اللي بعض الناس للاسف بتستخدمها. نلتقي مره اخرى في حلقه جديده من مواقف مع عاطف.